الشريك ناوي على ايه من برجه؟ برج الحمل. الشريك ناوي يتغير ويبطل يكلم غيرك، وهيحاول انه يكون ملتزم بالوعود. واضح هنا ان الحمل مطلع عينيكم وبيكلم بنات عليكم وتعبكم جدا ومعيشكم في طاقة جنان، بس هو حاول وقرر ان هو هيبطل يلف ويلعب بديله، وهيحاول ان هو يكون مستقر معاكم. برج الثور ناوي على ايه؟ الشريك ناوي يتقدم لك ويرسم العلاقة قريب، لانه حاسس انه لازم يعوضك. واضح ان انتم صبرتوا مع بعض كتير وتعبتوا كتير في العلاقة دي. واضح ان الشريك حابب يعوضك يا برج الثور، يعني برج الثور حابب يعوضك بانه اخيرا هياخد خطوة الارتباط تجاهك. نية الشريك برج الجوزاء ايه؟ نية الشريك اتجاهك انه يحاول يشعرك بالامان. واضح ان برج الجوزاء ما كانش قادر يشعرك بالامان بقاله فترة، انت كنت بتعاني من كده، كنت تعبان وكنت حاسس بتعب وتوتر وحيرة وحاسس بحالة من عدم الامان، فهيبتدي الفترة اللي جاية يحسسك بالامان والحب والاحتواء. برج السرطان. الشريك ناوي على ايه؟ الشريك ناوي ان يساعدك في حاجة قد تكون شيء مادي او معنوي. واضح ان انت محتاج من السرطان ان يكون داعم نفسي ليك في بعض الامور اللي ممكن تكون بتواجهها الفترة اللي فاتت، او تكون عندك اسباب اخرى انك محتاج دعم مادي، واقع في مشكلة، واقع في حاجة، والشريك قرر ان يكون داعم ليك معنوي وداعم نفسي. الاسد. الشريك ناوي يطلب منك الخروج في عشاء رومانسي قريب، بس خلي بالك لانه هيحاول يتصل بيك جنسيا. خلي بالك الاسد هنا عنده شهوة او عنده شيء حابب انه يوصل له، فخلي بالك وتكير، ما تحاولش تديله اكتر من اللي مسموح ليه في العلاقة. العذراء ناوي لك على ايه؟ الشريك ناوي يعترف لك بحاجات كتير مخبيها عن الماضي بتاعه، فالعذراء ناوي ان هو يبتدي يقول ايه الحاجات اللي كان مخبيها عليك، وايه الحاجات اللي بقاله فترة مش عايز يقولك عليها لانه كان بيعتبر انها ماضي وراح، بس جه الوقت انه يتصرح بيها او يعبر عنها. الميزان ناوي لك على ايه؟ نوايا الشريك اتجاهك هيبين لك نقط ضعف كتير كان خفيها. واضح ان الميزان كان كتوم شوية او كان حريص شوية وما كانش بيحكي حاجة ولا بيكشف اسراره، بس هيبتدي يتكلم وهيبتدي يقول ويبوح. العقرب ناوي لك على ايه؟ يوجد نية داخل برج العقرب بترسيم العلاقة. برج العقرب اخيرا هيبتدي يرسم علاقته مع الشريك. نية القوس ان هيكون مع طرف ثالث، ممكن تكوني عارفة او لسه هتعرفي، بس في طرف ثالث في العلاقة. برج القوس بيقولك اذا كنت انت ما تعرفش او عارف، في طرف ثالث بينك وبين الشريك، وهو الحائز او الحاجز اللي بينك وبينه. كفو. برج الجدي بيقول الشريك ناوي يسيبك تمشي لان هو كمان محتاج ان يرتاح من العلاقة. واضح ان انتوا وصلتوا لطريق سد، والشريك حابب ان هو ياخد جروحه ويلملمها، ولما انت هتقوله ان انت عايز تتركه لبعض الوقت هو هيسيبك عادي. برج الدلو نية الشريك ان ياخد بعض الراحة من العلاقة، لان عنده مشاكل عائلية ومادية كتير، وممكن تكون ضغط على اعصابه بشكل او باخر، فانت كمان وجودك ضغط عليه، فهو ناوي يديك ظهره. الحوت نية الشريك زيادة الاهتمام الفترة دي، لانكم مريتوا في فترة اهمال كبيرة مؤخرا. يلا بقى عايزين نوصل 100,000 تكبيسة وناخد متفاعلين، عايزين ناخد